حسن فايق صاحب أشهر ضحكة في الوسط الفني اللي ميزته عن غيره من الفنانين. حسن فايق محمد الخولي اتولد في 7 يناير سنة 1898 في حي محرم بيه في اسكندرية، من أسرة فقيرة. كان أبوه شغال موظف بسيط في الجمرك. أحب التمثيل من صغره، وبسبب حبه للفن كون فرقة للهواة قدمت عدد كبير من المسرحيات. توفى أبوه وهو عنده 16 سنة، واضطر يشتغل في محل قماش عشان يصرف على الأسرة، لكن حبه للفن كان دايما بيجذبه. وفي سنة 1914 يعني كان عنده 16 سنة اشتغل مع روزا اليوسف في مسرحية فران البندقية. وفي سنة 1917 كان عنده 19 سنة اتنقل مع أسرته للقاهرة، انضم لفرقة عزيز عيد اللي كان بيكون فرقته المسرحية الخاصة. وقام حسن فايق بتأليف مسرحية الافتتاح اللي كانت بعنوان ملكة الجمال. كان من ضمن أفرادها يوسف وهبي اللي اتعرفوا على بعض ونشأت بينهم صداقة. بعد كده اشترك مع فرقة عبد الرحمن رشدي ثم جورج أبيض، لكن قرر يكون فرقته الخاصة بعد كده وضم له يوسف وهبي، وده خلى الصحافة تكتب إن يوسف وهبي اكتشاف حسن فايق. لكن الفرقة بتاعته ما حققتش النجاح المطلوب، حلها طبعا. ولما جه يوسف وهبي يكون فرقته الخاصة ضموا ليه، لكن ما نسيش كلام الصحافة عنه ان هو اكتشاف حسن فايق، فبدأ يسند له ادوار لا تليق بمكانة وقيمة حسن فايق الفنية. شعر حسن فايق بان الموقف ده من يوسف وهبي عملية تطفيش، ان هو عايز يطفشه بالذوق كده، ففعلا قرر ان هو ينسحب من الفرقة وانضم لفرقة نجيب الريحاني. الغريب ان نجيب الريحاني كان بيسند له ادوار مهمة جدا، وادوار يعني تكاد تنافس دور البطل، واعطاه اعلى اجر في الفرقة، كان بيديله 15 جنيه في الشهر، وده طبعا رقم كبير جدا في الوقت ده. كان اعلى ممثل بياخد اجر في الفرقه، لكن رغم كده ما كانش بيكتب اسمه في الافيشات او على البانر بتاع المسرحيه. ما حدش عارف ايه السبب في كده. كانت الناس بتدخل وتتمتع بالاداء الراقي والضحكه الطفوليه المميزه، لكن كانوا بيخرجوا وما هماش عارفين مين الراجل ده. ولغايه دلوقتي ما حدش عارف ايه السر ان نجيب الريحاني ما كتبش اسم حسن فايق ولا مره على البانر. اشتهر حسن فايق بانه صاحب اشهر صلعه في السينما المصريه، وكمان أشهر ضحكة. وعن ضحكته دي بيقول انه اقتبسها من احد المشاهدين اللي كانوا بيقعدوا في الصف الاول في المسرح، وكان بيضحك الضحكه دي، وكان الجمهور كل ما يسمع ضحكته كان بينفجر كله في الضحك، سواء كان المشهد او الموقف يستدعي الضحك او ما يستدعيش. ومن هنا اقتبس حسن فايق الضحكه. لما خلص العرض بيقول انه قاعد يتدرب على الضحكه دي يوم كامل، وتاني يوم قدم الضحكه دي في العرض، فالجمهور كله انفجر بالضحك. ومن هنا اقتبس هذه الضحكه اللي اصبحت لازمه من لوازمه، واصبحت اشهر ضحكه من صاحب أشهر صلعة في السينما المصرية. مر طبعا بظروف صعبة. لما كون فرقته المسرحية كان من ضمن أفرادها زي ما قلنا يوسف وهبي، ستيفان روستي، وحسين رياض، اللي اتقاسم معاه السكن في غرفة في حي السيدة زينب، كانوا بيدفعوا أجرتها سوا هما الاثنين. في أعماله الفنية قدم شخصية الرجل الطيب الهادي أو الشخص الساذج اللي ممكن يوصل لحد البلاهة. في سنة 1919 بدأ حسه الوطني ينشط مع ثورة 1919، وبدأ يألف مونولوجات بتنتقد الظروف الاجتماعية والاحتلال البريطاني، ولجأ له بعض الفنانين اللي كان بيألف لهم ويلحن لهم بعض المونولوجات دي. أما عن سيرته السينمائية بدأت سنة 1932 مع فيلم أولاد الزوات، وبعدين قدم فيلم عنتر أفندي، وتوالت الأفلام بعد كده لحد ما وصل رصيده السينمائي ل 160 فيلم، أبرزهم نشالة هانم، حسن ومرقص وكوهين، سكر هانم، امسك حرامي، ومعبودة الجماهير. شخصيته الحقيقية بتختلف تماما عن الصورة النمطية اللي شفناها على الشاشة. على الشاشة كان طيب خجول مسالم، وفي الحقيقة كان سائر ووطني. اشترك في مظاهرات 1919، وكان المتظاهرين بيشيلوه على الأعناق وبيهتف وبيقول المونولوجات بتاعته بخفة ظل كانت بتشجع الجماهير معاه. أما عن حياته الشخصية فزي ما قلنا هو من مواليد اسكندرية سنة 1898. اتجوز السيدة نعيمة صالح، واستمر جوازهم 40 سنة، انتهى بوفاة السيدة نعيمة دي بعد ما خلفت له وداد وعبلة. كان ساعتها عنده 60 سنة وبناته اتجوزوا، فقاعد لوحده حاسس بوحدة، فاضطر ان هو يتجوز قبل مرور 40 يوم على وفاة زوجته. بناته الاثنين اعترضوا على الجواز ده، وخصوصا ان مراته الجديدة كان بينه وبينها حوالي 30 سنة. حتى الصحافة هاجمته بشدة وانتقدوه لجوازه ده. ما كانش بيحب ان هو يتكلم عن حياته الشخصية، لكن اضطر ان هو يخرج عن صمته ويدافع عن نفسه، وقال انه كبر في السن وبدأت حالته الصحية تتراجع، ومحتاج اللي يساعده او حد يستند عليه. عشان كده اتجوز الست دي. وفي يوم من الايام دخل محل احذية عشان يشتري حذاء، فطبعا حسن فايق كان
الراجل نجم محبوب ومشهور، فشيء طبيعي ان صاحب المحل يرحب بيه وقدم له فنجان قهوه على بال ما يجيبوا له مثلا طلبه او الحذاء اللي هو عايزه. اثناء شربه القهوه لاحظ ان ايده بتترعش، وفجاه فنجان القهوه اتدلق منه على هدومه. حس بحرج شديد كده، وقبل ما يدور على حد ينظف له بدلته وقع الفنجان من ايده ووقع هو نفسه على الارض. بالصدفه كان في طبيب في المحل في الوقت ده، كشف عليه بسرعه وقرر اصابته بشلل رعاش. استمر حسن فايق على كرسي متحرك لمدة 15 سنة، عانى خلالها من تجاهل المنتجين والمخرجين له، ومحدش أسند له أي دور ولو دور بسيط يعني يتعايش منه أو يصرف منه على نفسه. انتهت فلوسه أو كادت، وبدأ يطلب يتعالج على نفقة الدولة، وبالفعل اتدخل الرئيس السادات وقرر علاجه على نفقة الدولة ومنحه معاش استثنائي تكريما له عشان يقدر يساعده على المعيش. وفي يوم 14 سبتمبر سنة 1980 لبى حسن فايق نداء ربه عن عمر 83 سنة. والغريب ان الراجل اللي ادخل البهجة واشاع السرور بضحكة طفولية مميزة مشي في جنازته عدد محدود جدا من الناس، ويكاد يكون ما مشيش في جنازته حد من الفنانين. دي كانت قصة حياة واحد من الناس اللي أمتعونا بإبداعاتهم الفنية، حسن فايق، اللي بنطلب له الرحمة في كل مرة نشوف فيها عمل من أعماله. من فضلك إذا عجبك الفيديو شرفنا بالاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.